كلنا بنقول أنا أستحق أكون محبوب، أنا أستحق علاقة حقيقية، وده صح، لأن مفيش إنسان ما بيستحقش يتحب. بس خليني أسألك سؤال يمكن يزعلك شوية. هل فعلا بتتصرف كشخص يستحق الحب، ولا بس بتتمنى الحب من غير ما تراجع اللي أنت بتقدمه للشريك التاني أو للطرف التاني؟ ساعات بنفتكر إن الاستحقاق معناه إنه أنا طيب يبقى لازم أتحب، بس الطيبة مش كفاية. يعني هل بتسمع اللي قدامك فعلا؟ هل بتتقبله لما بيختلف معاك، ولا بتلومه على كل حاجة ما عجبتكش؟ هل لما بتتوجع بتسكت ولا بتعاقب؟ وهل لما بتغضب بتشرح ولا بتنسحب؟ اللي بيحبك مش لازم يشيلك لوحده، ومش مطلوب منه كل مرة يفهمك من غير ما تحكي. الاستحقاق الحقيقي بيبدأ لما تكون صادق وواضح، ومش مقضي العلاقة كلها شروط، لأن الحب مش جاي يكملك، هو جاي يشاركك. فأنت كمان لازم تسيب مكان للناس يشاركوك مش بس يشيلوك. واسأل نفسك من جديد، هل أنت بتحلم بيه أنت كمان مستعد تقدمه وتأديه للطرف التاني والشريك اللي معاك ولا لأ؟